تصريح خطير من مدرب الزمالك السابق فيريرا يفاجئ به النادي الأهلي بعد خسارته لكأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وبيصفع جماهير النادي الأهلي وبيوجه رسالة قوية جدا لنادي الزمالك. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز نادي الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح ليربح كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، في طبعا تدخل كبير جدا من فيريرا اللي دخل على الخط واتكلم وقال. صرح مدرب الزمالك السابق فيريرا وأدلى بتصريحات قوية نقلتها شبكة الشرق الإماراتية وقال: أنا شاهدت المباراة ما بين الأهلي والزمالك ولاحظت جدا إن لعيبة النادي الأهلي كانت داخلة المباراة بثقة كبيرة وكانوا حاسين إن هم هيكسبوا، وأنا كمان كنت متوقع إن النادي الأهلي هو اللي هيفوز بالمباراة زي ناس كتير بسبب الاستقرار اللي بيمر بيه، بسبب الصفقات القوية اللي النادي الأهلي بيعملها. لكن أنا اتفاجئت قوي باللي إن النادي الأهلي بيعمله داخل الملعب. اللعيبة كلها نازلة باستهتار وحاسين إن نادي الزمالك ده فرقة عادية واحنا كده كده هنكسبه. ولكن بصراحة أنا اتفاجأت من إصرار لعيبة نادي الزمالك اللي كانوا مصرين على الفوز وشايفين ان ليه لأ، احنا قادرين نفوز. وانا كنت مبسوط قوي قوي باصرار لاعبي نادي الزمالك. ولكن انا عايزه اقول حاجه لجماهير النادي الاهلي: ايه المشكله ان جماهير الزمالك تفرح؟ طيب إيه حضراتكم لما بتاخدوا بطوله اكيد بتفرحوا، واحنا بنكون فرحانين ليكوا برضو. حتى ده الشطه والليمون بتوع الكره يا جماعه فيها مكسب وخساره. لعيبه الاهلي اللي احتفلت من قبل ما تكسب، حقكم يكون في انضباط اكتر من كده. كمان انا مش قادر انسى التحكيم ما كانش في صالح نادي الزمالك على فكرة. نادي الزمالك ظلم لان كان ليه ركلة جزاء، وعلى الرغم ان انا معترف ان ركلة جزاء النادي الاهلي ايضا كانت صحيحة 100%، ولكن التحكيم في البداية ما كانش بالشكل المطلوب. دايما مباراة الديربي بتكون قوية جدا جدا. انا في البداية توقعت ان الزمالك هيخسر، وانه الاهلي لديه تيم قوي جدا جدا. احنا خسرنا منه قبل كده لما كنت بدرب الزمالك، ولكن الزمالك كان عنده اصرار انه يفوز، والنتيجة كانت واضحة للجميع ان اللي اجتهد في النهاية لقى مجهوده بتكليل الفوز بالسوبر الافريقي. اتمنى قريبا جدا يكون في مواجهة في السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ونشوف قمة جديدة وبمباراة جديدة. والله أعلم بقى مين الكسبان ومين الخسران، بس بصراحة أنا أشعر بسعادة كبيرة قوي وأنا شايف الزمالك فاز بأكتر من بطولة في شهرين. طبعا ده حاجة بتفرحني. أنا ما زلت أتابع نادي الزمالك بقوة وبتابع كل الماتشات بتاعته لأني مشجع كبير لنادي الزمالك الذي أحبه. تصريح خطير من مدرب الزمالك السابق فيريرا يفاجئ به النادي الأهلي بعد خسارته لكأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وبيصفع جماهير